عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور شاكر، شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الله يحفظك، بارك الله فيك. أنا قبل قليل طلبت جيست، وكان الحديث مالتك عن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعن أمنا عائشة رضوان الله عليها، وكيف كانت تعلم النساء أو الرجال العفو غسل الجنابة. تستطيع أنت تخلي زوجتك يجعلها غريب ويعلمها وتعلمها غسل الجنابة؟ إذن أين أبا بكر وأين عمر وأين علي عليهم السلام عن هذه المسائل؟ كانت زوجتي أم المؤمنين، نعم بخليها. حبيبي عماد تاج راسي، شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. 12 ان شاء الله. ايه ما تعرفني شو القضيه عماد؟ عرفتك من صوتك. حياك. ايه حياك الله. اقول لك شنو هاي امامه شو اسمه بالبخاري، عائشه تعلم الرجال غسل الجنابه. على امك الرجال غسل الجنابه. يلا امك من يلا عندك المجلسي تاخذ. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو الاخبار؟ الامور شلونها؟ طيبه ان شاء الله؟ كويسه. الله يسلمك حبوبي. هذا بالبخاري عائشه تعلم الرجال غسل الجنابه. هسه شو اريد منكم؟ طلعون نسوانكم بالبثينات تعلم الرجال غسل الجنابه على سنه البخاري. نسوانكم بالبثينات تعلم الرجال غسل الجنابه على سنه هذا بهذا. شنو هذا؟ شنو؟ السلام ورحمة الله. شيخنا عشري. نعم إن شاء الله حبيبي. عندك سؤال أم نسأل للبث؟ تفضل. نعم تفضل. ما هو سؤال البث؟ ما عندنا سؤال، تونا فتحنا. يعني أنا أسأل؟ انتظر يجون المحاورين. أستاذي يعني أسئلة بها مجال أسألك لو سمحت؟ خاف سؤالك ما نقدر عليه. نعم اي بالله تفضل بالله. نعم أستاذي، في صحيح البخاري عائشة تعلم الرجال غسل الجنابة، فما تطلع زوجتك تفتح بيت تعلم الرجال غسل الجنابة؟ عائشة تعلم الرجال غسل الجنابة. كل خير حيوان، شنو ما أعرفك عبالك؟ دكتور عائشة تعلم الرجال غسل الجنابة، طلعنا مرتك تعلم غسل الجنابة لواء الناس هنا بالبث. يلا طلعنا مرتك تعلم غسل الجنابة لواء الناس.